اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبيباتي؟ شلون الصحة؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب. ورجعت لكم فيديو جديد وفيديو المتابعات الغوالي اللي موعدتهم به اللي هو كيك القطع، ومثل ما تشوفون جمال القطع وهشاشة الكيك. وقبل لا نبدأ بالفيديو أريد لايك من أحلى متابعات، وإن شاء الله نرجع سبورة أم مرسلين لأن الأكثرية دا يسألوني عنها. وإن شاء الله بالفيديو القادم نبدأ بسبورة أم مرسلين، وراح تكون القناة متنوعة إن شاء الله، يعني فلوكات مختلفة وفيديوهات تعليمية. مثل ما تشوفون جمال هذه القطعة، كيكة حلوة مرتبة، تزيينها حلو، هشاشة، كيكة اسفنجية. وعندي هذا القالب حبايب، هذا القالب اشتريته بالجديد. القالب هذا قياس 45، الطول ب35، يعني 45 في 35. هذا القياس مالته بنات. ومثل ما تشوفون شوف كيكاتي الجميلات الحلوات هنا، طبعا صورتها لكم بالحديقة، وشوفوا جمالهم وشكلهم ويا الخضار، فد منظر كلش حلو يفتح النفس. بنات بالنسبة لهذا الكيك، الكيك اقتصادي، كيك تقدرون انه نفس الخلطات اللي انا نشرتها انه تستخدمونه. ومثل ما تشوفون هذه كيكتنا، شوفوا شكلها ما شاء الله كلش حلوة. بس شنو عندي، هذا الكيك اللي شفتوه هو كيك عدة قوالب، يعني مو قالب واحد. هنا أني درتها للكيكة، عندي هنا صار عندي حادث شوية، بس ماكو إشكال، إحنا نرمم وإحنا نلحم وإحنا نصلح. فهنا أنا مزجت الكريمة، وقبل لا أمزج الكريمة قصصت الحواف مالت الكيك، قصصتهم من الجوانب. شوف الكريمة مالتي كلش سلسة وناعمة. هنا أنا ضفت كريمة 3 كواب من الكريمة و3 كوب من المي. تمام حبايبي، هنا أنا راح أبدي أزين بهذا الشكل. وبنات طريقة كلش حلوة وطريقة سهلة، بس كيك القطع هو متعب. يعني أنا يعني صراحة إذا يجيني كيك قطع يعني شوية مثل اللي يعني أضوج، بس ما يخالف، هو هذا بعد باب رزقنا إحنا مثل ما يقولون. لكن الكيك إذا ما بيه حشو هذا متعب أكثر. بس هذا اللي التزيين بس من فوق عفوا راح يكون سهل وسلس علينا. يعني هنا أنا راح أساوي الكريمة المكان اللي ما بي كريمة زايد أنا راح أضيف له حتى تكون كيكة معتدلة ومتساوية. طيب بنات، أنا قلت لكم إنه أي وحدة عندها سؤال إنه تتصل بنات، لأن المسجات كلش هواية، يعني 900 رسالة، شلون أجاوبهم؟ يعني هنا أنا شوي أنا أعاني من هذا الشغلة. بالنسبة للملتقى هو مفتوح والكل يستفاد وحدة من الثانية، أنطينا الدروس الأساسية. أما باقي البنات حاليا وحدة همتين تستفاد من الثانية، فإحنا هو هذا هدفنا. هنا أنا عندي هذه القاشطات راح أستخدم أي نوعية اللي موجودة عندكم تقدرون تستخدموها. وهنا أنا سويت الحواف الخاصة بالكيكة. انت قاعدة بالبيت وحابة انه شغلك يمشي، لازم انه انت تروجين. يعني هواي من البنات يقولون ام مرسلين احنا ما يجينا رزق، انتوا حاولوا ان تروجون. مثلا انشر على حالات الواتساب، اكتب لي لافتة، اخليها مثلا على الحائط مال بابكم، يعني بهذا الشيء. مثلا ابقى انشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اذا انت مثلا حابة انه تستمرين بشغلك، فافضل انه يكون الترويج هو من عندك انت اساسا يبدي، مو انه انا قاعده ويجيني شغل. لا، ماكو اليوم اذا مو مقابله جهد وتعب ما يجي. فحاولي قدر الامكان مثلا تاخذيش في الساعه انه تنشرين بالجروبات. هنا بالنسبه للكريمه اللي استخدمتها هي كريمه بلو بيد. تمام حبايبي، وخليت لكم صورتها بالفيديو. هذا المروار الشفاف وانت وخففته بشويه من اللون اللون الأزبري خففته وخليته بشوية مي وضفته على المروار الشفاف. ولازم يكون خفيف بنات، يعني انتو بهذه الطريقة لازم يكون خفيف. وهسه هذا المروار من انا ضفته على الكريمة، راح من اسويها بالقاشطة اساويها وارسم النقشة، راح همتين المروار يزود عندي وراح يطلع من الكيكة.
إذا أول مرة تشوفون قناتي، أنا أختكم أم مرسلين. هنا صار عندنا حادث، بس مثل ما قلت لكم إحنا نصلح الكيك، إحنا نلحم الكيك، إحنا نشوي الكيك. فأي حادث يصير بالكيك إحنا كشيفات كيك نقدر إنه نتلافى هذا الموضوع. فإذا أول مرة تشوفون قناتي، أنا أختكم أم مرسلين. قناتي تعليمية وفلوكات متنوعة. هنا أنا بديت أرسم هاي النقشة بنات كلش حلوة. شوفوا جمالية الكيكة شنو صارت، وطبعا بالحقيقة بعد أحلى وأجمل صراحة، كلش حلوة. بعدها راح أبدي إنه أني أحدد الكيكة. شوفوا هنا أنا شوفتكم الجمالية مالت النقشة كلش حلوة بنات. تقدرون انه تستخدمون هذه الطريقة، وهواية بنات تعلموا على الطريقة، خاصة نقش الكيك اللي هو قياس 20 وغير القياسات. هنا بديت احدد الكيكة، طبعا حددتها وقسمتها. صارت عندي هذا القالب اللي هو قياس 45 في 35. هم يردون كيكة مستطيلة حجمها كبير. عملت 24 قطعة من هذا القالب اللي حجمه 45 في 35. أي وحدة من المتابعات تتابعني وعندها قناة، يا ريت إنه يكون دعم للقنوات. أنا أدعم قناة مثلا، وحدة من القنوات، القناة الثانية تدعم القناة الأخرى. خلي تكون عندنا روح حلوة وحب الخير للغير، يعني مطلوب صراحة. فهواي من البنات احنا نشرنا عنهم، وهواي من البنات شاركونا. فحبايب قلبي هنا أنا بديت إنه أقص الكيك بهذا الحجم، ومثل ما شفتوا في بداية الفيديو إنه الحجم الخاص بالكيكة. هنا بديت أزين بهذه الطريقة، والتزيين يكون حسب رغبتكم. تقدرون إنه تخلونها مثلا حروف أو تخلون فد نقشات معينة. هنا أنا استخدمت هذه النقشة. وبنات بالحشوات إن شاء الله أنزل لكم الفيديو الخاص بالمشترياتي الخاصة بالكيك. استخدمت باقي الحشوات، استخدمت اللي هي حشوة الكاكاو، واستخدمت حشوة التوفي، استخدمتهم. إذا شفتهم في بداية الفيديو أكيد راح أشوفكم إياها بنهاية الفيديو. هنا شوفوا الجمالية بنات كلش حلوة، يعني صراحة أنا جد تعبت هنا، كلش تعبت واشتغلت هذول القطع تقريبا يومين، لين يوم أشوي ويوم أزين، فكلش تعبت. شوفوا بنات هذا القمع النجمة لكن حجم كبير. هنا عندنا الفارمسلو، العفو فارمسلو عندي اللي هو اللون الأصفر. هالشي حلو مرتب. شوفوا القطع، شوفوا جمالهم. هنا بنات أنصحكم باستخدام هذا الفلين. استخدام هذا الفلين هو أكبر قياس تلقينه عند أهل السفريات. تقدرين إنه تخلين بيه كيك تقريبا 15 قطعة كيك مستطيل. يعني إذا مربعة احتمال تاخذ 25 قطعة. تمام. شوفوا شكلها شلون حلو، كيكتي كلش حبيتها حبايب قلبي. حبدي أخليهم بالماعون، ومثل ما تشوفون العفو بالصينية. هاي صينية فلين يستخدموها أهل المطاعم، فحبايبي أنصحكم بيها تكون أفضل يعني من القاعدة، لأن القاعدة مكلفة، والكيك والقطع ما بي يعني ذاك الأرباح إنه أنت تربحين من عندهم. فالشي كلش بسيط ومناسب. فأنصح إنه تستخدمون هذه الصينية، وأنا صورتها لكم حتى تستفادين. طبعا كلش حبيتهم، شوف شكلهم. فهذه الصينية بس تقولي لو بالسفريات أريد قياس صينية قياس مال المطاعم. فإذا ينطيك قياس 6 لا تاخذينه، أخذي قياس أكبر من 6، لأن أنا لقيت 6 تقريبا يشيل لي 10 قطع. هذا لا أعتقد قياسي 8 أو 10 قال لي قياس 10 فلين. كلش حجمه كبير، ويشيل 15 قطعة كيك مستطيلة. بنات ترى هذه القطعة كلش حجمها كبير، يعني مثل ما شفتوها. يعني هذه الصينية كلش تفيدكم أفضل من القاعدة. القاعدة تكون عليك ب1000 دينار المستطيلة، وأنا على شنو أخسر لي 1000 دينار؟ أخسر لي أنا تقريبا 150 دينار أو 250 دينار، 250 دينار أو أكثر. وأنا يعني أفضل، يعني تكون لي أنسب.
حبايبي المونتاج والتصوير كلش متعب. أتمنى دعمكم للقناة واللايك، ويا ريت تكبر عائلتنا. ومثل ما تشوفون طلعت لكم كيكاتي بالحديقة حتى تشوفون جمالهم وترتيبهم. طبعا بنات نفس الشيء، استخدمت المروار الأبيض ولونته باللون الأصفر، واستخدمت المروار أيضا الشفاف ولونته باللون الأزرق. حبايبي وأعيد وأكرر، أتمنى دعمكم للقناة، وأتمنى قناتنا تكبر وتكبر بعائلتنا ومتابعاتنا الجميلات، وربي يحفظكم. ومثل ما قلت لكم هذا الحشو هي حشوة الكاكاو، مو مروار الكاكاو، حشوة الكاكاو مثل ما تشوفونها، وحشوة التوفي اللي هذه أمامكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وحتى يوصلكم كل شيء جديد. وأشوفكم إن شاء الله بفيديو ثاني وفيديوهات متنوعة، حتى لا يكون ملل بالقناة. راح تكون فيديوهات مختلفة وفلوقات متنوعة، وأكيد أهم شيء عندنا الكيك ما ننساه. وأحبكم يا أغلى متابعات، وربي يحفظكم إن شاء الله. وأشكر تواصلكم وياي بكل شيء. جمالهم بنات كلش حلوات، ارتفاعهم كلش تمام التمام. يعني صراحة من قدمناهم ومثل ما في بداية الفيديو انه قسمناهم، وصراحة كلها تعجبت عليهم وعلى طعمهم وعلى هشاشتهم. هنا كلش حلوة. اشوفكم بخير وعافية وصحة وسلامة. وفيديو القادم راح يكون فيديو متنوع ان شاء الله. راح انوع لكم الفيديوهات حتى لا تكون ملل بالقناة. واهم شيء انه متابعاتي افرحكم بخير وعافية وبامان الله وبحفظه، ومع السلامة.